حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل معانا الجناحات الجميله اللي انتوا شايفينها دي. كل طبعا اللي يشوفها يقول عليها كانها عامله زي الدبابيس بالظبط. هي طبعا حجمها حلو قوي، شايفين عامله ازاي؟ شايفين القرمشه؟ طبعا حاجه تحفه جدا. شايفين القرمشه بتاعتها جميله ازاي؟ اللي اول مره بقى يشوفني ما ينساش يعمل لايك ويعمل اشتراك ويفعل زر الجرس. ويلا بينا بقى نخش مطبخنا علشان خاطر نشوف عملناها ازاي. ودلوقتي بقى حبايب قلب المقادير بتاعتنا هتبقى ايه؟ عباره عن ان هوت معايا ماجي، واحده ماجي. عندك بقى ماجي بودره حطي، عندك الماجي اللي انت فرقته دوت حطي. وهنا هو بابريكا، وطبعا معلقه شطه كبيره جدا لان انا عايزه الجناحات بتاعتي تبقى مشطشطه شويه. وعندي شويه ملح، وهنا هو لبن بودره، وعندي شويه بهارات وفلفل اسود وبصل بودره وثوم بودره وشويه كمون وفلفل اسود. وهنا هو الخلطه بتاعتي اللي انا هعملها ازاي. دول دقيق، كوبايه 2 من الدقيق، وكوبايه دقيق ذره. دقيق الذره اللي هو دقيق البسيسه، هو دقيق البسيسه الاصفر. دقيق البسيسه الاصفر دوت في منه دقيق بسيسه ابيض. الدقيق البسيسه الابيض هي اللي الكنتاكي بتستعمله، يعني الكنتاكي 90% ما بيستعملوش ذره، ما بيستعملوش الدقيق الابيض، بيستعملوا دقيق الذره الاصفر الابيض. هو دوت اللي الكنتاكي بيعملوه عشان بتطلع معاهم مقرمشه قوي. وهنا هو نص كوبايه من النشا. يبقى احنا كده اهوت معايا دقيق ذره اصفر، ومعايا كوبايه دقيق ابيض عادي، ومعايا كوبايه من النشا. هقلبهم في بعضيهم بالطريقه دي، لان انا هاخد نصهم واللي هنقع فيها الجناحات بتاعتي، وهاخد نصهم ان انا هعمل فيها، هحطها يعني الكفر من بره. ونوت الجناحات بتاعتي انا غسلتها زي ما انتم شايفين وقطعتها بالطريقه دي. ليه برضو انا قطعت الجناح على نصين؟ طبعا الحته اللي من فوق خالص انا رميتها، ما بستعملهاش خالص لانها بتبقى فيها الزفره كلها في قلب الفرخه. اوكي، فانا مسكت الجناح قسمته بالنص. ليه انا عملت الجناحات بالطريقه دي؟ هتبقى سهله عليا في التتبيله، وهتبقى كمان سهله علينا في قلب السوا. طبعا معانا الميه للعجن، لان انا حاطه لبن بودره لان ما عنديش لبن من العادي. هقول بسم الله الرحمن الرحيم وهحط كل البهارات. وهحط نص الخلطه بتاعتي دي، وهنزل بالميه. انا هعملها زيها بالظبط زي خلطه القرنبيط. الدنيا كمان هي تحت شويه ميه صغيرين كمان وخلاص. اهي بصوا، يعني لا خفيفه ولا تقيله. نمسك بقى الجناحات، والجناحات لازم ما يكونش فيها ميه خالص. وهحطها وهسيبها بالظبط ساعتين، لاني انا مش عاملاها من بالليل. اللي حابب يخليها من بالليل يحطها، مش حابب خلاص. اصلا اللون بتاعها بقى حلو قوي، اللون الاحمر دوت عشان الشطه والبابريكا حلو قوي. ودي الذره طبعا مع النشا مع دي العادي هيخليها مقرمشه جدا، يعني هتبقى قرمشتها زياده. طبعا من جوه نشا ومن بره نشا، ومع دي الذره اصلا لوحده بينشف، فهتبقى حلوه قوي. هغطيها بقى كده دلوقتي، وهسيبها في قلب التتبيله دي ساعتين. وكده اهوت عدى علينا ساعتين. تقلت طبعا، شايفين العجينه بقت تقيله قوي على حته الفرخه. وهنا اهوت حطينا نفس البهارات اللي حطيناها
في الفراخ. هنقلبها دي ونهوت خلطة الكرانش بتاعتي اللي انا بحب اعمل بيها الكنتاكي جدا. هناخد قطعة الفرخة كده، احنا عملناها حلو في قلب الدقيق. احطها في قلب المية ثواني بس، واروح احطها في الكرانش بالطريقة دي. الكرانش بقى وتضغطي. عايزة تعمليها في قلب خلطة الدقيق كده بس، جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلي، بجد هيبقى جمال. هنزلها مرة كمان عشان بس يثبت عليها الكرانش بالطريقة دي. تحفة. بصوا بقت عاملة زي التخنت، يعني حاسة ان هي تقلت. هنحط بالطريقة دي وعلى الزيت. ليه انا عملت الحركة دي في قلب المية قبل ما احطها في قلب الزيت؟ علشان خاطر بمعنى الاصح ما تخليليش الزيت بتاعي يبقى متوسخ، بيفضل الزيت بتاعي نضيف. نعمل واحدة كمان. اعملي حاجتك بهدوء وما تتسربعيش وانت بتعملي الحاجه. انا بقى هخلص كله وهرجع لكم على طول. وادي حبايب قلبي خلصنا الكنتاكي اهو. شايفين الجناحات عامله ازاي؟ شكلها جميل جدا. وكمان لما قسمنا الجناح 2 بقى سهل علينا. وشايفين كمية تحفة وجميلة قوي. متنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا اشتراك، واللي اول مرة يشوفني ويفعل او مينساش يفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.